نهاية الشوط الأول برأسية محمد مجدي قفشة بمساعدة كريم الدبيس اللي كنا بننازع وبننادي من فترة كبيرة. وطبعا كلنا حزان على إصابة يحيى عطية الله، ربنا يرجعه بأسرع وقت وبألف سلامة. لكن شوط أول برضه في عك كتير وتشكيلة غريبة برضه، ثلاث مدافعين بتلعب بثلاث مدافعين قدام سموحة. بس انا ما اعرفش، ممكن يكون عمل التغييره دي عشان يعمل كثافه هجوميه، ما اعرفش، الله اعلم. ده اللي انا شايفه في ارضيه الملعب، شايف كثافه هجوميه، شايف ثلاث مدافعين وكثافه هجوميه بشكل كبير جدا، لكن مفيش استغلال، مفيش انصاف الفرص، في ميس باص كتيره، في عك كتير قوي في ال 18، في عك كتير قوي قدام المرمى. فمش عارفين الدنيا تايهه ليه. بس ما علينا، قفشه بيسجل الهدف وبيطلع من الشوط الاول في اخر دقيقه في المباراه، في اخر دقيقه في الشوط الاول بتفوق للنادي الاهلي بنتيجه 1-0 بعرضيه كريم الدبيس. يعني اقول لك ايه، باك شمال النادي الاهلي القادم، باك شمال النادي الاهلي المستقبل. فيا مسهل، ان شاء الله الشوط الثاني يكون افضل ونحاول نستغل الفرص على اكمل وجه. سلام.